السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين، وان شاء الله عام دراسي سعيد عليكم يا رب. ان شاء الله فيديو النهاردة هيفيدك جدا بإذن الله. تحضيرات بقى للمدارس، المخبوزات بقى الحلوة والفينو. هنعمل الفينو المشبع جدا، هيعجبك قوي بتكات وحركات كده بسيطة جدا، هيطلع معاكي احلى بكتير قوي من بتاع المخابز. ونعمل الكايزر، وهنعمل كايزر كده محشي جبن، وهنعمل الميني كرواسون، وهنعمل حاجات كتير قوي هتعجبك. تابعي معايا الفيديو ان شاء الله تستفيدي منه. اول حاجة عندي هنا الحاجات دي كلها طلعتها من مقدار كيلو دقيق. عندي كيلو من الدقيق، هنزل عليه بربع كوباية من الزيت. بصوا انا هحط كل المقادير على بعضها، مفيش حاجة قبل حاجة يعني. لو انتي مش هتدوبي مثلا الحاجات ديت، مش هتدوبي مثلا الخميرة والسكر مع بعض، هتحطي الخميرة، السكر، ربع معلقة من البيكنج باودر، ذرة من الملح. بصوا المقادير اهيت: كيلو دقيق، كوباية زبادي، ربع كوباية زيت، باكت خميرة، 2 معلقة سكر، رشة ملح، رشة بيكنج باودر، بياض بيضة. ما عندكيش زبادي هينفع تحطي لبن رايب، ما عندكيش ده وده هتحطي لبن بودر، ما عندكيش خالص بلاش عادي، هنعملها عجينة اقتصادية. بس احنا قلنا كده في الاول نعمل لهم عجينة كده غنية وحلوة. عايزة تستغني عن بياض البيض، وعايزة تستغني عن اللبن او الزبادي، اللبن الرايب او الزبادي عادي هتطلع برضو معاكي حلوة. بس احنا بنحب نحط الحاجات دي، بنخلي العجينة مغذية اكتر وغنية، وفي نفس الوقت تطلع معاكي طرية. لما تشيلي الحاجات دي في الفريزر هتطلع معاكي بعد كده تتسخن، هتطلع معاكي طرية وحلوة جدا. عندي هنا بقى بياض البيضة هحطه، وهقلب بقى كل المكونات كده مع بعضها بالمعلقة. وانا مدوبة الخميرة بتاعتي عشان اختبرها في حوالي مثلا كوباية مية فترة، كوباية كبيرة شوب مية فترة، مع معلقتين كبار من السكر. دوبتهم وسبتهم مثلا 10 دقايق ربع ساعة قبل ما اشتغل في العجينة بتاعتي. بعد كده نزلت بقى بالخميرة كلها، المقدار كله، الزبادي، الزيت، الحاجات المقادير الأساسية كلها حطيتها الأول قبل ما احط مية خالص. وبعد كده هعجن بقى بايديا وازود ميه واحده واحده. ما ينفعش ازود الميه كده بمقدار معين، نص كوبايه، كوبايه، الكلام ده، لان العجين كل عجين غير التاني، وكل دقيق غير التاني. هنزود كده واحده واحده ونعجن. ولو انت اول مره تجربي بقى مثلا جربي في نص كيلو دقيق، وعايزه تظبطي العجين ويطلع معاكي كويس، زودي الميه واحده واحده وافضلي عجني لما تحسي ان ايدك بتنضف والعجينه بتلم والبوله اللي انت بتعجني فيها بتلم. طبعا لو عندك عجان هيظبط معاكي الكلام اكتر. ما عندكيش العجينه مثلا كده بايديكي احلى حاجه والله، بتطلعي كل الاكتئاب اللي عندك فيها. حطيتها بقى كده خلاص، عجنتها كويس جدا، ورشيت عليها رشة زيت من فوق، وحطيتها كده، غطيتها في مكان مظلم علشان تخمر. ما خدتش معايا حوالي نص ساعة وكانت خمرت. انا ما كنتش عايزاها تخمر قوي لان اليوم ده كان الجو حر قوي، ولسه انا هشتغل فيها واحطها ومش هخبز كله في وقت واحد، فما كنتش عايزة العجينة تخمر قوي وريحتها تطلع، فاهمين؟ اللي هو يا دوبك انتفخت بس. هاخد اول جزء كده من العجينة زي ما انتوا شايفين، وهبتدي ان انا اشتغل. هعمل ايه؟ هعمل الميني كرواسون الاول. طبعا انتي تقدري تعملي الحاجات اللي ولادك بيحبوها، انا ان شاء الله هنزل لكم فيديو تاني معجنات برضو، اشكال مختلفة وحاجات مختلفة على حسب بقى ما ولادك يحبوا. تقدري بقى، احنا نعمل المرة دي كلها حشوات حادقة، تقدري تغيري الحشوة من حلو، من حادق لحلو، تبدلي الجبنة شوكولاتة، تبدليها فراخ، لحمة مفرومة، تونة، اي حاجة، اي حاجة بتتحشي، بطاطس مهروسة، اي حاجة بتتحشي عادي هتقدري تبدليها في العجينة بتاعتنا. زي ما انتوا شايفين هبتدي افرد العجينة بشكل دائري كده بالشكل ده. لو مش عارفة تفردي على الشكل الدائري، المفرش ده بيعلمك كده، هو كله دواير. هنفرد كده بشكل دائري، وهقطع بقى بالقطاعة، وهبتدي ان انا اقسم كده مثلثات. انا عملت معاكم الميني كرواسون ده الاول يعني قبل كده في فيديوهات كتير، فاحنا اكيد عارفينه. بصوا بطلع كده المثلث، وهوريكم طريقة لفه قبل ما نحط فيه يعني جبنة. بجيب كده حتة كده وحتة كده علشان لو انا حاطه حشو او حاجة، وهبتدي ان انا اقفل. بشد الطرف كده معايا شوية، ابتدي ان انا اقفل واضغط على الطرف كده، وهيبقى معايا الميني كرواسون. حابين تعملوه كبير عفوا وتحشوه جبنة برضو هيبقى حلو قوي معاكم.
يعني وانتوا بتاكلوا كده تفتحوا زي الساندوتش وتعملوه مثلا. انا بحب كده، بحب اعمله سادة وافتحه كده من الجنب واحط فيه لانشون، احط فيه جبنة، قطعة جبنة رومي واسيحها في التوستر، بيبقى حلو قوي. ودلوقتي بقى احنا هنعمله محشي جبنة علشان اللانش بوكس والولاد والمدرسة. دلوقتي انا بحط كده الجبنة زي ما انتوا شايفين، تقدري بقى تحطي جبنة اسطنبولي، جبنة براميلي حادقة، جبنة فيتا زي ما انا حاطة كده. اي جبنة عندك هتمشي، مش هتقولك لأ، بس حاولي تكون الجبنة ليها طعم شوية، او تكون جبنة مثلا حادقة سنة عشان تبان في المعجنات لما تتخبز، ما تحسيش ان الجبنة ايه دلعة قوي والمعجنات دلعة والحاجة ملهاش طعم يعني. تقدري كمان تحطي جبنة رومي، تبقى حلوة قوي. ممكن تبدلوا حشوة الجبنة خالص وتحطوا قطعة شوكولاتة، يبقى الميني كرواسون زي ما بنجيبه كده من بره، المولتو بالشوكولاتة. عملت كده حتة العجينة ديت، وهعمل حتة كمان وهفردها برضو عشان اكمل الصينية. انا هعمل كل صينية شكل مختلف زي ما انتوا شايفين كده، هفرد برضو بشكل دائري، وهبتدي ان انا ايه افرد واقطع مرة تانية كده بنفس الشكل. عايزين تقطعوها كبيرة، انا المرة دي عايزة اكبرها شوية، هكبر المثلثات. يعني انا عملت مثلثات صغيرة وكبيرة، اللي تحت دول كبار اهوت، هعملهم برضو كبار شوية، علشان ايه يبقى عندي الكرواسون كبير والكرواسون صغير. اهو انا عملت كده الكرواسون كبير. تقدري بقى يعني احنا طبعا هنخبز كله في صينية واحدة، عايزة تعملي صينية كبيرة وصينية صغيرة برضه يبقى شغال معاكي. عملت كده اول صينية وهغطيها جنبي واسيبها تخمر، دي اول صينية معايا. تاني صينية بقى هنعمل الفينو، هنعمل الفينو الصغير الميني دوت. هو بصوا، هو بالنسبة لي انا فينو صغير، بس هو في المخابز ده الفينو الكبير. يعني واتحدى كمان اي مخابز تعرف تعمل الفينو دوت او الفينو بالجودة ديت وبالمكونات دي، وان انتي تاكلي واحد او اتنين يشبعك. طبعا هو مش ملكوم ومش تخين خالص، هو المكونات اللي فيه مخليه مغذي وغني كده وحلو. غير الفينو التاني، انا والله العظيم يعني بجيبه مثلا فينو الجاهز ده، ومثلا بحطه كده سقيف لبن لولادي، والله بيشرقهم من كتر ما هو ليه وش ناشف قوي قوي قوي. ويا سلام لو بات بيشرقهم، بتحسوا ان هو قشرته ناشفة جدا، لو بات بيبقى صعب قوي ووحش جدا. ف... فلا مش حلو جدا. حاولوا تعملوا كل حاجة في البيت علشان اولادكم وصحتهم، وطبعا توفير يعني. زي ما انتوا شايفين كده، انا مش مسرعه الحته ديت عشان تشوفوا التفاصيل بالراحه. انا بفرد كده حته قطعه بالطول، وهحاول ان انا افردها، او يحاولوا ان انتوا تفردوا كمان اكتر من كده. وهجيب كده الطرف وابتدي الم كده زي ما انتوا شايفين. انا ولا حاطه زيت ولا حاطه دقيق من تحت ولا حاطه اي حاجه. العجينه بتاعتي مخدومه كويس ومعجونه كويس وخمرانه، وسبتها لما ارتاحت خالص. هقفل كده الطرف، واهتم جدا بقفل الطرف كده من على من الاخر، واخلي القفله دي من تحت، مينفعش اخلي القفله من فوق عشان هتبوظ لي شكل الرغيف بتاعي. هرص بقى في صينيه كده جنبي، وهبتدي ان انا ايه اعمل الرغيف اللي بعده. زي ما انتوا شايفين كده الشكل اختلف، يعني احنا بنفرده كده، وبنبتدي ايه نبططه كده اهو بالشكل ده. وهبتدي افرده بالفرادة. ما عندكيش فرادة، اكيد كلنا عندنا الفرادة اللي هي المردنة اللي هي عاملة زي العصاية دي، بايد من هنا وايد من هنا، تفردي بيها جميلة جدا. انا دي جايباها كده زي العجلة، بتسهل معايا بصراحة ان انا ايه اشتغل بالطويلة ديت، عشان المكان عندي صغير، فاهمين؟ ببقى عايزة حاجة على قد المكان اللي انا واقفة بشتغل فيه. هقفل كده من هنا ومن هنا، وما تقولوش ان هو حجمه صغير، لا هو هيخمر وهيبقى حجمه كبير جدا، وكان محتاج يتفرد اكتر كمان من كده. يعني وانتوا بتعملوا حاولوا تفردوا رغيف الفينو اطول حاجة، او تفردوه اكتر حاجة رقيقة جدا وتلموه، هيطلع معاكم هش اكتر، فاهمين؟ نفس الطريقة كده هبتدي ان انا الم بالشكل ده كده، وابتدي ان انا اقفل من تحت كده، واساوي كده الحروف، اعمل لرغيف الفينو بتاعي بوز. طبعا المعجنات والحاجات اللي في البيت دي بتبقى مش قادرة اقول لكم يعني خير في ايام المدارس وفي غير المدارس، بس احنا طبعا عشان داخلين على المدارس وكده،
فطبعا موسم الفينو بقى والمعجنات والحاجات ديت كل يوم محتاجين فينو جبنة ولانشون ومعجنات ومش عارف ايه، وقرص من الفرن وبيتزا من الفرن والحاجات دي. طبعا انتي عارفة اسعار الحاجات دي في الافران بقت كام. دي مش حاجة يعني، مش الحاجة الوحيدة. الحاجة التانية بقى ان الحاجة ما بقتش بنفس الجودة بتاعت الاول، او اصلا هي ما كانتش احسن حاجة. فلو تقدري تعملي في البيت لو حتى كل يومين نص كيلو دقيق او كيلو دقيق هيبقى معاكي الدنيا حلوة جدا. جبت بقى بياض صفار البيضة اللي احنا شلناه، حطينا بياض البيضة بس على العجين. الصفار بقى حطيت له نقطة من الخل كده، ربع معلقة. وهبتدي بقى ان انا ادهن وش المعجنات بتاعتي كلها. مش عايزة تحطي صفار بيض، في ناس كتير قوي بتقرف من البيض. هتحطي شوية لبن وعليهم معلقة سكر صغيرة، مثلا ربع معلقة. شوية لبن وعليهم شوية نسكافيه، وتدوبيهم كده وهتدهني. طبعا انتي لو مش فارق معاكي موضوع صفار البيض هيبقى افضل واحسن بكتير، بيدي الشكل المعجنات حلو قوي في نفس الوقت حاجة حلوة ومضمونة. دخلت بقى اول صينية انا دهنتها كده بصفار البيض، دخلتها وسبت الفينو يخمر. يعني اول صينية انا اشتغلت فيها خمرت، عملت الصينية اللي بعدها هدخل اول صينية اختمرت واسيب اللي بعدها تخمر، واشتغل في اللي بعدها كده، يعني ما وقفتش خالص، فاهمين؟ دي بقى حتة عجينة كبيرة هنعملها كده معجنات صغننة كده، اللي هي ايه، اللي هي شبه الحاجات السواريه الصغنونة قوي كده. بفرد بقى حتة العجينة بتاعتي، انا عايزة افردها مربعة. هفردها بقى على قد ما اقدر كده بشكل مربع. اعذروني ان انا كنت بعمل بسرعة، ولادي كانوا تحت رجلي واقفين بقى بيزنوا، واللي ماسك في رجلي واللي بيبوظ حاجة، فكنت عايزة اخلص بسرعة واعمل برضو حاجة كويسة. هقطع هنا كده بالطول وهقطع بالعرض. انا عايزة اقطع مكعبات زي ما انتوا شايفين كده. الجنب اللي من على اليمين ده طلع معايا كده متشرط خالص، بس شغال برضو، هنطلع منه حاجة حلوة. اللي انا عايزه اقولهولك ان انت مش هتعملي بالمسطره وبالقلم والورق. يعني انا الجنب ده طلع كده معايا، هعمله زي السمبوسه، يعني ايه، مثلث كده، سندوتش مثلث كده. عجب بنتي قوي وكانت ماسكاه بتاكله كده بتقطم منه. الله يا ماما السندوتش ده جميل قوي، عامل زي المثلث. فهيبقى حلو قوي ويجي في اللانش بوكس كده. هنعمله شكل كده من هنا ومن هنا بوز، وهنرص في الصينيه بتاعتنا. هجيب برضو الشكل ده وهعمله برضو زي المثلث كده. يعني بصي انتي بقى وانتي وشوقك بقى وانتي شغالة، هتعملي بقى مثلثات، هتعملي مربعات، هتعملي دواير، اي حاجة. المهم حاجة تكون معمولة في البيت، وحاجة تكون مخبوزة في البيت ومضمونة بمكونات البيت ونضيفة وحلوة. بس كده. بعمل بقى زي ما انتوا شايفين كده، بقفلها. بهتم قوي بالقفل ليه؟ لان الجبنة دي بتسيح. جبنة ده ميكس جبن، انا بحشي ايه، بحشي ميكس جبن، جبنة رومي على شيدر على موتزاريلا. ممكن نحشي جبنة بيضة زي ما انا حاشية ممكن، بس انا حبيت اغير في الحشوة. بصوا بقى دي طلعت معايا ازاي، زي عامل زي فردة الحلق كده، جميلة قوي. عملتها مثلث وجبت الطرفين ورحت ايه قافلاهم من هنا ومن هنا. بنتي بقى كانت واقفه جنبي وعاجبها الموضوع قوي ومبسوطه، امتى يا ماما المدرسه تيجي عشان اخد الحاجات الحلوه دي في اللانش بوكس. طبعا الحاجات دي لسه بدري عن المدرسه شويه، احنا لسه اسبوع، فاكيد هتتاكل يعني، ونعمل حاجات غيرها ان شاء الله. هقفل بقى المعجنات ديت برضو بشكل كده. بصوا شكل برضو حلو قوي. وهبتدي ان انا اقفلها برضو زي اللي فاتت، عامله زي فردة الحلق او زي الحلية كده. بصوا شكلها حلو قوي. انتي لا يعني انتي لو مش هتعرفي تقفلي نفس القفله كده، تطلعي زي ما تطلعي. يعني بصوا انا عملت دي شكلها برضو حلو قوي، مربعات صغيره. قفلتها اوريكم الطريقه بتاعتها. قفلتها من هنا ومن هنا زي ما انتوا شايفين كده، من الاربع جوانب. هي الصينيه دي بصراحه كانت مشكله، يعني اللي هو عملت فيها كذا حاجه. هنا دي بقى بجيب الاربع اطراف واقفلهم مع بعض كاني هعمل بقجة. بصوا قفلت كده الاربع اطراف، وبقفل بقى من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا اهي. سهلة جدا جدا وشكلها حلو قوي، جميلة جدا. لو طبعا عندك بنوتة كبيرة كده مثلا اعدادية ولا حاجة ممكن تساعدك وتبقى مبسوطة قوي. ولو هي بقى شاطرة شاطرة يعني ممكن تعملي العجينة وتسيبيها لها هي تفردها بقى وتقف تتعلم، وتعمل بقى المخبوزات والحاجات بتاعت المدرسة لوحدها. العجينة بقى الأخيرة زي ما انتوا شايفين كده، دي صينية اهي. عملتها برضو وهغطيها جنب اخواتها تخمر.
الحتة بقى الاخيرة ديت هعملها كذا حاجة، هعمل كور صغيرة كده زي ما انتوا شايفين. واهم حاجة وانتي بتعملي الكور الصغيرة حاولي يكون السطح بتاع الكورة متساوي، عشان لو مش متساوي هتطلع شكل العجينة منعكشة من فوق ومش مظبوطة ومش هتستوي حلو. لازم أن يكون شكلها املس كده، يعني تسريها على ورا كده حلوة قوي. لو طبعا عايزة تطلعي المعجنات كلها بشكل واحد او نفس المقاس، لو عندك ميزان هتوزني حتة العجينة بتاعتك كل قطعة 40 جرام 50 جرام 35 جرام اقل حاجة يعني. بجيب بقى الجبنة كده وفردتها كده حاجة بسيطة قوي على ايدي، وهبتدي ان انا اعملها زي السرة تاني المها. ده ايه ده؟ زي كايزر كده محشي جبنة. تقدري تعملي الكايزر لوحده مش محشي اي حاجة بنفس الطريقة، تفرديه وتلميه على ورا هيبقى معاكي عجينة كده يعني كايزراية كده منفوشة وحلوة. فردتها كده حاجة بسيطة وهبتدي احط فيها الجبنة. تقدروا بقى في الحشوة دي لو انتوا بس بتعملوا غدا عايزين تعملوا برجر، تفردي قطعة لحمة مفرومة كده وانتي تكوني متبلاها بالبصل والحاجات دي، وتفردي حتة العجينة وتحطي جواها اللحمة وتروحي قافلة وتسويه بقى، تسيبيه يخمر على قد ما تقدري، كل ما يخمر كل ما ينتفخ اكتر، وتروحي بقى مسويه. يا سلام، هيطلع معاكي برجر محشي جاهز كده على طول. بقفل كده من هنا ومن هنا، يعني بقفل كده العجينة كده على ورا كلها. انا هعمل 4 و4 يعني هما دول 8 قطع، هعمل 4 مقفولين كده زي الكايزر المقفول، وهعمل 4 ميني بيتزا. بس ميني بيتزا هتبقى كبيرة شوية، هي مش ميني بيتزا، هي بيتزا الافران، بيتزا كبيرة شوية زي البيتزا الوسط اللي بنجيبها من الفرن ب10 جنيه دي او ب7 جنيه. هعمل لكم برضو نفس الحجم كده. بصوا بقى، هنا كان الفينو اختمر. هعمل ايه؟ هجيب برضو وش الفينو بتاعي وهبتدي ادهنه بصفار البيض كده، هيديني شكل جمالي حلو قوي. و برضو لو مش حابة صفار البيض هتعملي شوية لبن عليهم شوية نسكافيه وتدوبيهم، ممكن شوية لبن فقط من غير اي حاجة. ممكن تحطي على البيض ده سنة فانيليا مع سنة الخل، او سنة فانيليا من غير خل برضو مش هيديكي اي ريحة زفارة ولا اي حاجة. والله يا جماعة انا عندي بنتي بتقرف جدا، ما حسيتش بريحة البيض تماما ولا اصلا بيبقى ليه ريحة. هنا بقى خلصت كده دهن الوش الفينو، وهبتدي ان انا اديله ايه، رشة من السمسم. تقدري بقى تحطي حبة البركة، تقدري بقى تحطي يعني الحاجة اللي انت عايزاها على الوش، سمسم او حبة البركة. ادخله بقى، كنت طلعت الصينية بتاعت الكرواسون، ادخل الفينو هنا بقى الصينية الصغيرة ديت هحط فيها الكايزر المحشي جبنة. تقدروا بقى تسموها كايزر، فطاير، اللي انتوا عايزينه. سيبها برضو تخمر، وهعمل معاكم اخر صينية اللي هي الميني بيتزا او البيتزا بتاعت الافران اللي هي الوسط دي. هبتدي بقى اجيب القطعة كده وافردها في الصينية عندي بالشكل ده كده. ولو انتي بقى مش مجهزة حشوة وما عندكيش بقى حركات الوش البيتزا والكلام ده، مشي حالك على طول بقرن فلفل، طماطمية صغيرة وبس، بلاش طماطم لو هي مش هتتاكل في نفس اليوم يعني. انا هحط ايه دلوقتي، هوريكم انا حطيت ايه في الحشوة، حاجة سريعة لاني ما كنتش مجهزة ان انا ايه هعمل يعني ميني بيتزا او هعمل بيتزا في الفيديو ده. بس عارفة ان البيتزا دي بيتزا الافران معشوقة الجماهير، يعني اكتر حاجة الولاد بيجيبوها الصبح وهم رايحين على المدرسة. فقلت اعمل لكم كده 4 برضو، يبقى ايه، طلعنا من كيلو الدقيق حاجات كتير جدا. كان عندي كيس كاتشب يتيم كده طلعته، وهبتدي اوزعه بقى كده ايه على كل البيتزا بتاعتي. لو انتي بقى ما عندكيش صلصة بيتزا، الكاتشب هيفي بالغرض وهيديكي اللون والطعم الحلو جدا برضو للبيتزا بتاعتك. هفرد كده بالفرشة زي ما انتوا شايفين. محضرة بقى عندي، ولاننا طبعا اكيد هناكلها في نفس اليوم ديت، محضرة عندي طماطم وفلفل مع ميكس الجبن اللي عندي. ويا سلام لو عندك زيتون، مش هتحطي طماطم، حطي فلفل وزيتون والجبن هتبقى حلوة قوي. حابة بقى تدلعيها، ولو عندك لحمة مفرومة ولا حاجة حابة كده فايدين من اي اكلة، هتحطي برضو قطعتين فراخ ولا حاجة. يعني بصوا على حسب اللي انت عايزاه. حطي كده من على الوش. انا حطيت طبعا شوية جبن كده من على الوش، ما كانش عندي زيتون فحطيت كده ايه ميكس الجبن ده. طبعا البيتزا بالذات مش هتنفع من غير جبن على الوش، لان هي دي يعني هو ده اللي بيديها الشكل. لو عايزة بقى مثلا بيضاية كده تضربيها وتحطيها مثلا ايه، تقلبي يعني الكلام ده بقى بيبقى في البيتزا الكبيرة. بقلب كده كل الخضار في بيضاية كده مخفوقة بفلفل اسود وملح،
بيديني برضو شكل حلو قوي. كنت طلعت الفينو، هدخل بقى الصينية بتاعت المعجنات المختلفة او الاشكال اللي هي المختلفة اللي احنا عاملينها. هدهن برضو وشها. بصوا صفار بيضة واحدة عمل معايا قد ايه. طبعا انا مش مكترة قوي صفار البيض، بس كفى معايا والله، ويعني بالظبط. هنا بقى دخلت الصينية وهدخل بقى ايه دي من بعدها. فهدهن وشها. انا عايزة هنا احط كده ايه حبة البركة، سمسم، اي حاجة ندلع وشها كده ونخلي وشها شكله حلو، مش عايزاها تبقى سادة. طبعا انتي لازم تبدعي وتدلعي ولادك كده في الحاجات بتاعه اللانش بوكس عشان ما يزهقوش، وفي نفس الوقت تبقي بتجددي لهم كده في الحاجه. لان دايما الطفل بيميل ان هو يشتري حاجه جاهزه، لا انا عايزه اجيب زي بتاع بره، لا انا مش عارف ايه. فانتي كل ما هتعملي له الحاجه في البيت بجوده احلى، كل ما يحب اكل البيت وهيبطل ياكل من بره. زي ما انتوا شايفين كده عملت بقى وشها، هدخلها وطلعت ده ودخلت ده ولحد لما كله استوى وبرد. واول لما تطلع من الفرن لازم تغطيها بفوطة نظيفة وتسيبيها تاخد اللي هو تعرق شوية علشان تطلع معاكي المعجنات طرية. اول لما تخرج من الفرن على طول تروحي مغطياها كده بفوطه نظيفه يا دوبك تاخد السخونيه كده واللي هو تطرى. طبعا اول ما تطلعيها تجسي وشها تلاقيها ناشفه، لا هي مش ناشفه، هي لسه واخده الحمو بتاع الفرن. فانت اول لما تطلعيها تغطيها على طول. حابه ترشي وشها ببخاخ ميه كده بسيط، بس انتي مش محتاجه. انتي العجينه بتاعتك طريه بالمكونات دي والمقادير دي هتطلع معاكي طريه جدا، بس محتاجه تغطي وشها وتسيبيها مثلا 10 دقايق. طلعت كده كل المعجنات بتاعتي. بصوا البيتزا طالعه شكلها تحفه، كل المعجنات طالعه شكلها تحفه وشكلها جميل، طريه جدا. بصوا كده بعد ما غطيتها شويه السوا بتاعها مظبوط قوي وطري وجميله جدا. تقدري بقى لو عندك استريتش تغلفي كل بيتزا كده بالاستريتش وتفرزيها كده، او لو انتي مثلا ولادك نازلين هتغلفي كده بالاستريتش البيتزا بتاعتك علشان ما تتبهدلش. بصوا من جوه فلافي وهشه جدا وتعتبر فاضية. يعني بصوا جميلة جدا. الجبنة بقى سايحة. لما احنا طبعا دقنا من دي، بصوا السندوتش ده طلع تحفة. لما طلعناها طبعا لازم ندوق قبل ما اصور معاكم. رحت فاتحة كده حتة كده من فيها ميكس الجبن. الجبنة سايحة وجميلة. هنا الفينو برضو كان تحفة جدا، طري جدا من جوه ومشبع قوي. حابة تفردي رغيف الفينو عن كده هيبقى اخف معاكي خالص وهيبقى تحفة قوي. في المخابز بيعملوا الفينو رفيع قوي فبتحسوه بيطلع خفيف جدا. ده برضو خفيف وجميل ومشبع وتحسوا كده بيبقى فيه حاجة تتحشي. انا بجيب رغيف الفينو باجي افتحه بلاقيه مبروم كده. هنا ده برضو بصوا الكايزر فاضي وهش كده من جوه وجميل. فتحناه بقى وحطينا جواه قطعة لانشون مع الجبنة اللي هو محشي فيها. تفتحيه بقى وتحطي قطعة لانشون هياكلوه كده محشي. عايزة تزودي لهم حشوة فيه تحفة، حطي مثلا قرص بيض ولا حاجة. هنا الكرواسون محشي. بصوا كنت عاملة شوية سادة وشوية محشيين لان انا برضو بحب الحاجات السادة. زي ما انتوا شايفين بقى بالشكل ده شكل المعجنات بتاعتي. كل ده عملناه من كيلو دقيق. طيب انا لو عملت الكمية دي كلها للمدرسة مثلا في اول الاسبوع وعايزة احتفظ بيها اعمل ايه؟ هحطهم في اكياس. يعني كل مثلا 4-5 حاجات في كيس. ممكن احطهم كلهم كده في كيس، يعني مش كلهم، كل نوع في كيس. ولما اجي احتاج مثلا الفريزر بتاعي رايق وقدامي الحاجة هطلع بالقطعة على صينية واحط في الميكروويف او في الفرن اللي هو الكهربائي ده، او حتى لو ما عندكيش ده او ده في فرن البوتاجاز. هتطلعي مثلا اول لما تصحي من النوم او لو صاحية بتصلي الفجر هتطلعي كده الحاجة تفك على الرخامة مثلا 5 دقايق 7 دقايق تدخليها الفرن عقبال ما ولادك يلبسوا كل حاجة هتكون فكت. ده كان الفيديو بتاعي النهاردة. اتمنى يكون عجبكم واستفدتوا منه. لو استفدتوا منه ما تبخلوش عليا باللايك للفيديو، واعملوا شير بقى مع كل اصحابكم وحبايبكم وبعتوه كده لكل اللي عندكم. والبيتزا برضو نقدر نغلفها كده في كيس زي ما انتوا شايفين بالقطعة. ده كان الفيديو بتاعي النهاردة. اتمنى يا رب يكون فاتكم بأي حاجة بسيطة. ما تنسونيش في دعواتكم الحلوة ولايك وشير للفيديو. والسلام عليكم.